سلام أحبابي، اليوم غنقدمكم بقصة سرقة غريبة جداً وقعت في 2025 وما زال ملقوش لها حل حتى دابا. في ليلة 19 أكتوبر 2025 بنك صغير في ضواحي الرباط، الساعة 2:30 صباحاً، كاميرات المراقبة سجلت رجل ملثم داخل الخزنة الرئيسية. الرجل دخل من الباب الرئيسي بدون كسر، بدون إنذار، بدون ما يحرك أي جهاز أمني. أخذ صندوقين من الذهب والنقود، قيمة تقريباً 4.2 مليون درهم. خرج بهدوء ومشى حتى خارج البنك، لكن مفيش أي شخص شافه خارج البناية. الأغرب مفيش بصمات، لا DNA، لا شعرة. الكاميرات الخارجية شافت المصعد والمدخل فاضيين تماماً. في نفس الوقت الباب الرئيسي كان مقفل وما تحركش، والإنذار ما اشتغلش. الخزنة الداخلية كانت مقفلة بكود إلكتروني خاص، وما تغيرش الكود ولا فيش محاولة فك. الشرطة قالت اللص كان داخل البنك قبل الإغلاق، لكن ما فيش أي موظف غاب أو شك فيه. ما زالوا ملقاوش أي خيط، لا كاميرا خارجية شافته، لا سيارة، لا أي أثر. شنو رأيكم؟ كيفاش واحد يدخل خزنة بنك مقفلة، يسرق ويخرج بدون ما يترك أي دليل؟ قولوا نظريتكم في الكومنتات دابا. داخل قبل الإغلاق، موظف، أو شي حاجة أغرب؟ ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش تشوفوا الحل إذا طلع. نشوفكم قريب. سلام.